السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جبت قراميط. شفتوا القراميط عامل ازاي يا حبايبي؟ بصوا شايفين؟ هنحط نقاط كده ونذبح التانيين. يلا والنغشيش ده كله بقى هنشيله دلوقتي، بس ايه احنا بنشهد عنه نذبحه الاول. لازم امسكه بحته كده، مش مسكته بحته هيعور ايديا. حط اي حاجه تطلع حطها في الكيس ده اهو. الحته دي عامله ازاي؟ دي بقى بتعور، الحته دي بتعور الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه صاحي، لسه بتحرك. شوف قلبه ابيض ازاي. تجيب الجرموط اللي من هنا كده تلاقيه ابيض كده جميل، ده تاكليه مش تخافي منه خالص. اما تلاقيه قلبه الحته دي سودا كده مسوده وشينه كده مش تجيبيها. شايفين الجرموطه اها، الحته البيضه الجميله دي قلبه ابيض ازاي. وهيبقى طعم يعني تغيير، سمك 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 على طول تغيير. طبعا الحته دي يعني أنا مش بجوزها لأن هي يعني طعمها حلو حلوة. الحتت دي الجناحات دي مش شوك يعني، بس ممكن أقطعها يعني عادي، ممكن أشيلها عادي، بس هي مش شوك يعني. فيها لحم جميل كده مصمصي كده روعة. هنشيله كده أها من على الوش كده. بس خلاص، بس كده ماشي يا حبايبي. انا هخلص اللي انت ده وهوريه لكم وقطعه ازاي، وبعد كده ايه هخلص ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. الحته تنقطع في المقد كده، مقدة كده حلو. شو الجاروط عامل نقطة ازاي كده لسه صاحي يعني، ذبحته ولسه صاحي. شايفين؟ هخلص بس وهتشوفوني وانا بنضف وبعمل كل حاجه، بس اخلص بس الاول. ها يلا غسلت الحوض وغسلت الحاجه اهي يا حبايبي اهو. انا بوريكم الحته اللي كنت ماسكه بيها هعملها ازاي. هغسلها بس اخليها زي الفل قدامكم، لان دايما الجراميط اللي قدام بتاعها بتزحلق كده. انا هغسلها بالاريال وهغسلها بالصابون بتاع المواعين ده. صبنت الحوض وصبنت حواليا كله ازاي. معايا ملح ومعايا ليمون ومعايا جنزبيل كده. انا عصرت وهسيب القشر في قلب الميه واحط السمك فيها، احط الجراميط فيها ماشي. بس كده خلاص، بس اسيبها تخمر كده ساعتين ولا حاجه في الميه دي تتجع. بس اخلص شغل وارجع لكم على طول. اها شفت الجمال، شفت النظافه، شفت الحلاوه اها. شايفين الجراميط يعني حاجه مية مية زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. شفتي حطيت عليهم دقيق وكل حاجه، هم لازم فيهم مزلقه كده. بس دلوقتي هتشوفوا دلوقتي انا عملت 3 بصلات. انا عامله حلقات 3 بصلات معايا. طبعا الدقه بتاعت السمك معايا، السمك كله كده هنزله ماشي في الطبق عشان اعرف بقى ايه الفه كده بايديا. 9 كيلو بطاطس اهو هحطه في الصينيه. طبعا انا معايا هنا بهارات وفلفل اسود حبه هان وورق لورا. هحط حبه على البطاطس زعتر، حبه زعتر. يا سلام، هيودي البطاطس والجراميط ديت في حته تانية خالص. ديت طبعا تخينه هنعملها 2 كده اها. حبه ملح، الزعتر على الفلفل الاسود على البهارات على كل اهو ماشي. خلطه حلوه كده مع بعض. هروح ماسكين معاهم كده اهو، لفينهم كده عسل كده. طبعا هنعمل كده، نعمل كده بيهم قبل ما نجيب الفلفل. نملح كده كله مع بعضه. نجيب بقى حبة الفلفل دي بقى حتة الدجاج اللي انا عينها لها ماشي. عليها ايه اسمه عليها بالبابل مدخنة. شايفين البصل وشايفين الثوم وشايفين الفلفل طبعا اهو. حبة ملح
كفايه كده. حبايبي انا بشرت 4 حبات طماطم صغنطوطين كده، ماشي، 4 حبايات بس، عشان نحطهم كده حبه صلصه كده عليهم وهقلبهم. هي زي الفل، وحبه جرامات هيبقوا عسل. خلاص انتوا اعملوا كده زي بالظبط زي ما انا بعمل. مفيش حد يقول يا جراميط على بطاطس، لا طبعا احنا بنعمل مكاريل على بطاطس عادي، صح؟ فمش في حد بنعمل كده يعني جراميط، يعني بنعملها كده طول عمرنا بنعملها كده بصراحه. ساعات بقى احنا بنعملها بنجليها ونحط في الصلصه على طول. نعملها كده ايه، بصل وثوم بردك وصلصه كده، ونحط في قلب الصلصه. بس العمله دي جميله قوي بصراحه. ماشي، احنا طبعا هنحط اللي هي الروز دي. بصوا يا حبايبي الصلصه اهي عليها زيت وملح، هنحطها كده. ماشي، عشان ايه الجراميط من فوق تبقى كده حمرا وحلوه. ماشي، هولع عليها العين من فوق هنا على البوتاجاز، وبعدين احطها تحت الشعله. بس عشان طبعا السمك مش بيستحمل عشان مش ينهري. الجراميط اهي يا حبايبي طلعت من الفرن روعه اهي. تاكلوها بعيش، تاكلوها برز، تاكلوها زي ما انتوا عايزين. انا هناكلها بعيش. مش تنسوا بقى اللايك والاشتراك يا احلى مشاهدين في الدنيا.